بغداد، وهم هذول أقاربي، ما دا أعمم، أقاربي فقط. عندهم بنت بغداد، مع احترامي لبنت بغداد، وبنت بغداد تشرفهم، هذه عورة. وأني ليش انخطفت وليش شاركت وليش هواي أسباب. الشيوخ اللي طلعوا واللي سووهم مشاجرة ليش وسووه نبأ فاسق وقالوا هذه مشاجرة وما أعرف شنو. أني مو مشاجرة، دخل يريد يقتلني، ولولا أخواني والجيران كان هسه أني مقتولة. ذاك الوقت يا شيوخ عود حنوا إيديكم، لو طاب ورايد يقتلني من تقولون نبأ فاسق ما يدافع عن المجرم والقاتل إلا المجرم والقاتل بنفسه. تقولون سويتوني فاسقة على مود سمعة والله محافظتكم وسمعة منطقتكم. زين إذا أنتوا هيك خايفين ورحتوا بنفس اللحظة وسويتوا مؤتمر وخايفين على سمعتكم وخايفين على سمعة محافظتكم، لعد ب 2014 و2015 و16 وينكم لما انطب داعش اغتصب أراضيكم واغتصب بيوتكم، ما أحدكم حط دشداشته بسنونه ووينك أربيل. وخلف الله الفضل يعود لله ثم للقوات الأمنية ثم الولد الخايبة الجنوب وولد الحشد الشعبي اللي راحوا بيها ونظفوا لكم بيوتكم ومناطقكم ورجعوكم، ثم الفضل اللي يعود. والفضل اللي بعده يعود سيادة القائد الفريق شرطة الأنبار هادر زيش، تحياتي إلى الله يطول بعمره، وضابط مركز شرطة الخالدية محمد مرعي، وضابط مركز شرطة حصيبة سيادة عمار، اللي هم حاليا ضابطيكم، تحياتي إلهم لأنهم ضباط رتبة وفعل مو بس رتبة. طايرين وراكم مثل ما طايرين حسبالك مو ورا زلم مشوربة وعليه العتب، أطفال وطايرين وراهم. هاي شغلة ثانية أيضا من ننسى الفضل الأستاذ محمد الحلبوسي وللمحافظ اللي نظفوا لكم بيوتكم، والبلدية الرمادي نظفوا لكم بيوتكم ومناطقكم ورجعوكم حتى تتعظون، حتى تشوفون تقولون كافي بس لهنا وبس، يكفي اللي صار بيكم. بعدكم لحد الآن حقد، غيرة، حسد. الكلام مخصص، كلام مخصص غير معمم. ما دا أقصد الكل، دا أقصد هذه المنطقة فقط اللي أنا دخلت لها وتعرضوا لي. تمام. على فكرة قبل فترة طلعت عني منشورات انه اني بنت الانبار واني مرشحة ملكة جمال الانبار. والله يزيدني فخر اذا اني كنت بنت الانبار. تعرفون ليش؟ لانه دخلت للانبار تعرض لي، قلت لكم هذا واحد مع احترامي لكم يعني حسب اقوال اهله قالوا مريض ومريض نفسي ومن هاي السوالف، هو ندري بها كلاوات بس احنا هم راح نمشيها. المهم مقصد الكلام تعرض لي والقوات الأمنية اللي بالأنبار قوموا الدنيا ما قعدوها، من عمليات، من استخبارات، من شرطة، من هواي جهات لا تعد ولا تحصى، وجابوا لي حقي وما طلعت منهم إلا وأني ماخذة حقي. ما طلعت من الرمادي إلا وقوات أمنية، قوات الأمنية التابعة للرمادي جابت لي حقي. يلا طلعت منهم العفو ورجعت لبغداد. اني من بغداد، بيتي ببغداد، ويزيدني كل الفخر والشرف لو كنت اني من اهل الرمادي. على الاقل اني هنا ببغداد انخطفت، اهل بغداد بدال ما يوقفون وياي، طبعا هاي للهمي المخصص ما دا اعمم، بدال ما يوقفون وياي طلعت لقيت اشكال الحكي، هذا اللي يقول طفرة الأربيل، هذا اللي يقول الأحزاب سكتتها بالفلوس، هذولاك يقول السفارة سكتت، وما أعرف. المهم أني طولت هواية، بس قلت لكم كل ما دا أسكت كل ما تنقلب ضدي، كل ما أسكت تنقلب ضدي. فقلت كافي وصلت حدها.